انا يوسف التهامي العميد. للناس اللي متابعه الدوري المصري قوي هتعرف مين ده، ولو متابعه بس مش قوي هتفتكر له بس الصوره اللي نزلها وهو ماسك قرن الفلفل عشان يرازي جمهور الزمالك. ولو انت مش متابع خالص احب اقول لك ان اللعيب ده اسمه فادي نجاح، لعيب لف على شويه انديه مصريه هنا، منهم انبي وسموحه وبتروجيت وحرس الحدود والمقاولين والانتاج الحربي. المهم الراجل ده كتب بوست وقال ان هو هيعتزل الكوره ويتجه للتدريب ويعيش مع اهله في النمسا. حلو، بس في اخر البوست اللي هو كتبه قال انا حابب اعتذر لنفسي. على ايه يا عم فادي؟ قال عشان اتحملت التعامل مع مدربين ما يفقهوش شيء عن الكوره وشغالين بالفهلوه وبالدروشه وما عندهمش اي ثقه في نفسهم وبيهتموا بالتفاؤل والتشاؤم اكتر من اي حاجه تانية في الكوره. ده غير ان هم بيحملوا فشلهم على غيرهم وما عندهمش اي مؤهلات غير ان هم بس كانوا بيعرفوا يلعبوا كوره زمان. يعني مفيش حاجه مبنيه على دراسه، وده بياكد لنا المعلومه اللي كلنا متاكدين منها ان 80% من المدربين اللي في الدوري المصري ما عندهمش اي فكره. وكنت عامل كذا فيديو بيتكلم عن الموضوع ده وقلت ان مدربين الدوري المصري كلهم شبه بعض وبيذاكروا من نفس الكتاب. لو مش فاكره خلص الفيديو ده وانزل اتفرج عليه. مفيش حد فيهم عنده فكر مختلف، كله بيشوف اللي جنبه بيعمل ايه وبيعمل زيه. ياما كله خايف على اكل عيشه، محدش جاي هنا يحقق انجازات ولا عايزين نحقق حاجه ولا فاضيين عشان نواكب الدنيا. دراسه ايه يا بيه؟ ما اللي ذاكر ذاكر. بس الراجل طلع عنده حق، مدربين كتير فعلا عايشين عندنا هنا بالفهلوه والدروشه، مدربين كتير واخدين اماكن ناس تانية لمجرد ان هم لعبوا لهم ساعه في الدوري المصري. وهو يعني كان في حد اجمل من مارادونا في الكوره؟ مارادونا كان لعيب من عالم تاني بس مدرب ملط. والمشكله ان المدربين دول بعد ما الانديه تكتشف حقيقتهم ويمشوهم بيروحوا يقعدوا في الاستوديوهات التحليليه ويتقال عليهم كباتن الكبار، ومع اي اخفاق لاي مدرب اجنبي بيبتدوا ينظروا عليه ويتهموه بالفشل والنصب حتى لو حقق بطولتين افريقيا ورا بعض. يا بيه الراجل ده فاشل ونصاب وهجاص. امال انت يا كابتن تبقى ايه؟ عندنا في مصر المدرب الواحد ممكن يدرب 8 فرق في نفس الموسم وما يحققش انجاز بولا واحده فيهم، واما بيخسر اي ماتش هيلوم التحكيم، مش عشان هو يعني مش فاهم اي حاجه، هو التحكيم. حابب اقول لك وانت بتتفرج على الفيديو ان فعلا فادي نجاح ما قالش حاجه جديده، بس هو اكد لنا المعلومه اللي ما فيش ولا واحد فينا مش عارفها، ان معظم المدربين هنا عندنا في مصر لا يفقهوا اي شيء عن الكوره. مع ان فادي نجاح ده برده كان لعيب على قده، بس ممكن بعد الدراسات اللي بيعملها دي يبقى مدرب جامد قوي. والله عشان الكلمتين الحلوين دول يا عم فادي يا رب تبقى احسن مدرب في الدنيا كلها. اكتب لي انت بقى تحت في الكومنتات مين اكتر مدرب فهلاوي شغال عندنا في الدوري المصري.